typique d'un match de quart de finale, très disputé. On s'attendait à un match compliqué, donc c'est pour ça qu'on a tout fait pour le rendre un petit peu plus abordable. On a été conquérant dès les premières minutes. Malheureusement, on ne concrétise pas sur les occasions et on reste à la merci de ballons arrêtés, de contres dangereux. Mais je pense qu'en marquant un deuxième, on a pu gérer un petit peu plus sereinement et finir à 3-0 à la fin. شكرا. هي ظروف مباريات، يعني في كل مباراة يكونوا حصص ديال الفترات الجيدة والفترات الأقل. فهناك مباريات اللي الخصم تيرغم عليك انك تكون يعني في وضعيه صعبه، وانه فتراتك الجيده تكون اقل. اليوم يعني على مدار 90 دقيقه كانت عندنا فترات تفوق اكثر، لذلك اللاعبين عبروا على الامكانيات ديالهم. فالخصوم تختلف والصعوبات تختلف، ومنتخب نيجيريا منتخب قوي، اذا ما درتيش الاحتياطات اللازمه ممكن تخرج بالهزيمه ولا بالحصه الثقيله. فالتوازنات كانت مطلوبه في هذيك المباريات، لذلك المباريات ما تتشبهش بعضها، تبقى عندنا امكانياتنا هي نفسها، ولكن التعبير عليها تيبقى متوقف على ظروف المباراه، على نوعيه الخصم، على الامكانيات ديال الخصم، ولا ايضا السيناريو، التسجيل في وقت مبكر، عدم التسجيل، هي امور تتسهل على اللاعبين الاداره ديال المباراه والظهور بوجه مختلف من مباراه لمباراه ان شاء الله. طبعا هو شاف المباراة بنفس الاختلاف، فالاختلاف أنه ظروف المباريات مختلفة. احنا النوايا ديالنا دائما هي نفسها، أنه نكونوا جيدين على المستوى التنظيمي، على مستوى الانضباط، ولما يتيح لنا الخصم وظروف المباراة أننا نستحوذوا ونلعبوا بشكل جيد، وهناك أولويات في بعض المباريات. لذلك اليوم ربما التقدم بوقت مبكر نسبيا مكننا أنه نغلو الضغوطات ربما على الخصم ونلعبوا بأريحية أكثر، لذلك ظهرنا بالوجه الجيد في هذه المباراة. وهذا ما تيمنعش عنا مبارياتنا الثلاث في المجموعة مباريات تستحق الاحترام بأوجه مختلفة، بتوجهات مختلفة، لأن ظروف المجموعة كانت صعبة، كان عندنا مجموعة صعبة وما كناش مسموح لنا يعني بالخطأ، خصوصا في المباراة الأولى والمباراة الثانية اللي كانوا حاسمين في عملية التأهل. طبعا الترشح لكأس العالم هو حلم يعني ديال اللاعبين هذا ديال صغار السن، وحنا يعني سعادتنا اكثر من اجلهم، يعني لانه مره اخرى تتاح لهم فرصه على انهم يلعبوا بطوله كبرى، يلعبوا يعني كبيره في مجال كره القدم، وفي يعني في السيروره ديال تكوينهم. هذا شيء مهم، يعني حتى حاجه ما تتعوض، ولا شيء يعوض مباراه من المستوى العالي كما شفنا يعني مباريات كاس افريقيا، ولا شيء ممكن يعوض مباراه في كاس العالم. ولذلك يعني تواجدهم في المناسبه الكبيره ديال كاس العالم في هذا السن ربما هو محضر للمستقبل، لما يتواجد مع المنتخب الاولمبي في العاب اولمبيه، ديك هيبه المناسبات الكبيره ربما تكون تكسرات، عقده يعني المنتخبات الكبيره تكون تكسرات، وايضا المشاركه في كاس العالم الكبار ايضا تكون تكسرات. فطبعا هو تيسال على الانجاز ديال كاس افريقيا، كاس العالم في قطر ودوره، اكيد لما المنتخب الاول ديالك تحقق انجاز كبير فهو عامل محفز، يعني هي القاطره التي تتجر يعني كره القدم المغربيه. الجامعه الملكيه المغربيه بقياده السي فوزي القجع تقوم بعمل كبير تيشمل كل الفئات، من الفريق الاول الى الفريق النسوي اقل 15 سنه. هناك عمل قاعدي كبير، والمغرب يعني تيجني الثمار. حنا في تحت 17 سنه ما مطالبينش بالنتائج، ولكن جات النتائج وهذا طوميو، ولكن حنا تنحضروا المنتخبات الاكبر، منتخب 20 سنه ومنتخب 23 سنه، ونحاولوا نغديو ما امكن يعني المنتخب الاول في المستقبل ان شاء الله. انا تنفضل نتكلم على الاداء ديال المنتخب ديالنا في المباراه وما قمنا به، الامكانيات الجيده اللي اظهرناها، استعداد، عمليه تدبير المباراه من طرف اللاعبين، والاستعداد الجيد ايضا خلال البطوله. التقييم ديال المنتخب الجزائري تيبقى من اختصاص الجهاز الفني والاداره الوطنيه الجزائريه، ولكن انا تنطلب فقط انه نكونوا شويه رحماء بهذه الفئه السنيه، لانهم لاعبين صغار السن باقي المستقبل امامهم. يعني هي هزيمه شويه صعيبه في هذه الظرفيه، ولكن خاص تتم حمايه هاد الاطفال هادو باش لان لو بوتونسيال كاين، انما ربما لا بيرفورمانس ما تتكونش في واحد المرحله سنيه،
خاص الانسان يتأنى وهو تيحاكم لاعبين في سن 15 و 16 سنه. هي ماشي مجامله، هو احترام للزميل في المهنه. انني ما نهضرش على الفريق ديالو، هو اللي مخول له انه يجاوب على ما جرى في المباراه وعلى تدبيره للمباراه. طبعا انا قلت كاين امكانيات، يعني كاين لاعبين تيبان على انهم كاين بوتونسيال يعني قابل للتطوير. تيبان على انه اسلام يعني لاعب بوتونسيالمون ممكن يكون لاعب محترف في المستقبل. رقم 10 رقم 6 اللي ما لعبش اليوم. فكاين امكانيات، خص الاستمراريه في العمل وان شاء الله يكون الخير. ما نقدرش نجزمو يعني بهذا اللي باين على انه فنيا كنا متفوقين في كل نواحي اللعب. كنا دفاعيا قويين، عمليه التحول عندنا كانت ناجحه. لكن امور اخرى انا ممكن نهضر على التحضير الذهني ديال الفريق ديالي، لانني نكون حاضر في الكواليس ديال التحضير. انا ما كنتش حاضر في الكواليس ديال التحضير ديال المنتخب الجزائري.